ما تفكر. تمام. ايه بدايتي كده؟ غلطتي برضه ان انا بدأت متأخر. يا عيني طرب والله. خلاص بقى، بسم الله. ما تفكرنا كده يا اخويا، الدور التمهيدي كان عبارة عن ايه؟ هو انا لسه هقول ادخل يا عم وشوف بنفسك، على الاقل تبقى معانا من اول الطريق. تمام، بس برضه قول لي عملت ايه في الدور التمهيدي وجاهز لدور 32 ولا لسه ناقصك حاجة؟ التزمت اول يومين كده وبعدها الريتم وقع مني، يمكن عشان متعود على الغلط بقالي كتير. معلش، واحدة واحدة والدنيا تظبط. أهم حاجة العزيمة والنية. لا على مين؟ أنا فوقت نفسي من تاني والحمد لله كله تمام، وكمان متحمس وجاهز لدور ال 32. هو برضه هتكون حاجات بنعملها يوميا ومش بناخد بالنا منها إنها غلط، لأن في الغالب الكل بيعملها وللأسف مش مقدرين خطورتها. إيه هي الحاجات دي؟ رسيني كده وعرفهم لي كلهم. لا يا حبيبي لا، هنتكلم في حاجة عشان ما نتوهش من بعض. تمام يابا، بركز معاك اهو. الكذب، اسهل حاجة بنروح لها لما بنتزنق، ونفضل نبني كدبة ورا التانية عشان ما نتكشفش ونعمل قصة كاملة من شوية اكاذيب. ايوه، ولازم نشقلب حياتنا كلها ونمحورها حوالين القصة دي ونحاول نصدقها احنا كمان، وحياتنا تبقى عبارة عن سيناريوهات ما حصلتش واوهام، وندخل في دوامة وفي الاخر هنقع على جدور رقبتنا عشان معروفة ان الكذب نهايته مش كويسة. تمام. فالمفروض ايه بقى؟ الواحد مننا يبقى عنده عقل رزين وقوة شخصية في الردود، ويبقى عنده ثقة انه صح طالما ما كدبش، ويحط في راسه ان اي حاجة هتخرج من لسانه هتكون محسوبة عليه. بس برضه يا اخي اوقات كده بنحتاج نغير تفصيلة صغيرة حصلت، ودي بنسميها تمشية مصالح. صاحبي، حبل الكذب قصير. لا انا قصدي انها مش كدبه كبيره، حاجه مثلا زي اني اتاخرت على الشغل، فبدل ما اقول للمدير اني اتاخرت عشان راحت عليا نومه فيقوم يخصم لي نص يوم، لا انا هقول له ان المواصلات هي السبب والدنيا كانت زحمه. هايل. وايه كمان؟ هقول لك، ساعات كتير حد بيطلب مني حاجه وبتحرج اقول له اني ما اقدرش اساعده، فبضطر اكدب عليه واقول له ان قدام شويه هعملها له. بعدها بقى معلش نسيت، بص اديني بس يومين وانا هظبطها. يجي بعدها، اوف يا اخي انت كنت لسه على بالي، بقول لك ايه، محدش يعمل لك المصلحه دي غيري. وبقول له كده وانا ببقى متاكد اني مش هعمل له حاجه. ايه ده يا ابني؟ ابليس بيبكي في الزاويه من اللي انت قلته ده. ايه يا عم وانا عملت ايه؟ دي كدبه صغننه خالص. يعني تكذب عشان شغل، وتكذب عشان ما تتحرجش، وتكذب علشان اي حاجه ممكن او انت حاسس انها هتسبب لك مشاكل، او عشان خايف من رد فعل بشر زيه وزيك. كل ده ومش خايف من ربنا؟ لا يا اخي مش كده والله، بس مش عارف. بص يا اسطى، الكذب بيهلك صاحبه دنيا واخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. انت متخيل انك تتكتب عند ربنا سبحانه وتعالى انك كذاب؟ بس لو رجعنا الحديث من اوله، كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاختار انت بقى يا صاحبي، عايز تبقى انهي؟ طب تعالى كده قول لي امتى الكذب يبقى مش حرام؟ كذبه بيضه يعني. الكذبه البيضه مش زي ما اغلبيه الناس فاهماها. هبسطها لك. من يومين كده كان في حوار داير بين اتنين وشدوا قصاد بعض في الكلام، بس هم اصحاب وصافيين لبعض، وكده بعد فتره هيفكوا ويصفوا لبعض من تاني. المهم بعد ما مشيوا انا قعدت مع كل واحد فيهم، جيت لي الاولاني وفضلت اقول له ان التاني ندمان انه زعلك كده وما كانش ينفع ان ده يحصل وانه مش زعلان منك، وجيت لي التاني قلت له ان الاولاني بيقول عليه انه جدع واكيد ما كانش قصده يزعق ولا يشد قصاده. هنا دي اسمها كدبه بيضه، بحيث انك صلحت مشكله بين اتنين وجمعت بينهم في الصالح، وده كله بنيه صافيه وما يكونش ليك مصلحه في ده. يا سلام، يعني ده معنى الكدبه البيضه؟ ده انا كنت فاكرها انها كدبه مش جامده او انها حاجه تعدي وتمشيه مصالح يعني. لا يا حبيبي مفيش الكلام ده. وزيدك برضو مش لازم ومش مجبور انك تعمل حوار الكدبه البيضه ده، لان انت مش ضامن ان في طرف من الاتنين يكون مش سالك ويضر صاحبه وتشيل انت الذنب، لانك هتتحاسب على كل كلمه خارجه منك. بسم الله الرحمن الرحيم: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. خليك صادق في كل شيء، في القول والعمل،
بلاش شيطانك يلعب في ترسك ويقولك ايه يعني دي كدبة صغيرة عشان توصل للي انت عايزه. سيبك من الدنيا وفكر في الاخرة، ولما تكون من الصادقين تخيل كده اجرك هيكون ازاي. اسمع اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلني من الصادقين قولا وفعلا يا رب. احنا كده خلصنا نقطة الكذب، ندخل على اللي بعده وهي الغيبة والنميمة. صعبة أوي دي يا اسطى، لان اقول لك ايه، في ناس كده مستفزه لازم اجيب سيرتهم واقطع ثروتهم كمان. شفت العصبيه اللي اتعصبتها بمجرد انك افتكرت الناس دي؟ ما هي حاجه صعبه فعلا، الناس مش طبيعيين يا اخي. هو الموضوع كله ضبط نفس، واحده واحده بدل ما كنت بتجيب في سيرتهم هتدعي لهم بالهدايه. لا لا صعبه برضه، الناس دي مؤذيه قوي يا اخي، وحلال فيهم اللي بقوله عليهم، انا مش مفتري يعني. طب بص، النقطة الوحيدة اللي فيها الغيبة مفيش عليها ذنب هي انك تجيبها في هيئة نصيحة. يعني مثلا الناس دي مؤذية، فاجي اقول لك خلي بالك ما تمشيش مع فلان لانه كذا وكذا وكذا، بس ايه، تكون النية مبنية على كده وتكون واثق ان كلامك مظبوط فعلا، ويكون هدفك انك تحذر منه مش تشمت فيه او تنبذه او تكره الناس فيه. تمام، يعني الحوار سهل اهو، واجيب سيرة الناس براحتي. ما بتصدق انت، وكمان شايف انك بتستلذ بالحوار ده. عرفت ازاي؟ ها لا لا مش قوي كده يعني. طب ركز ركز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكب الناس على مناخرهم في جهنم حصائد ألسنتهم. لسانك ده قادر يوديك جهنم والعياذ بالله، ولسانك مش هيتعدل غير لما قلبك يكون صافي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني الحوار كله في اللسان يا معلم. شفت ازاي؟ فليه بقى نرمي نفسنا للتهلكة ونقطع في ده ونذم في ده؟ خلينا حلوين كده وسيرتنا تكون كويسة. على فكرة الكلام ده ينطبق على النميمة برضه، انك تلاقي اتنين بينهم مشاحنات انت مش فاهمها فتروح تسخن واحد فيهم عشان تعرف الحوار، فتقوم تقع في ذنب النميمة لانك طبعا عايزه يقول، فلازم تجيب سيرة صاحبه بالباطل، وده عشان تسمع احلى مونورال وعداد سيئات يفر يا معلم. فحط دايما الحديث ده قدامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فهمت يابا، وباذن الله اعمل كل اللي قلت لي عليه، لان فعلا استوعبت دلوقتي لما كنت بجيب في سيرة حد كنت كأني بشهد شهادة زور. عرفت منين؟ هو ايه ده؟ عرفت منين ان النقطة اللي هنتكلم فيها بعد الكذب والغيبة والنميمة هي شهادة الزور؟ بجد؟ انا لماح برضو يا اخي، مال. الاول كده تعالى هنا، ايه مفهوميتك في شهادة الزور؟ هو ازاي اصلا حد ممكن يقبل انه يشهد شهادة زور او يقول حاجة ما شافهاش، او حتى لو شافها بيعدل عليها؟ يا اخي، وشهادة الزور دي كافية انها تاخد الحق من صاحبه وتديه لحد تاني، واوقات بتخلص على ناس. فشهادة الزور ده ربنا يكفينا شر، وده على كده عقابه ايه ده؟ الرسول كان قاعد مع الصحابة وقال لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور أو شهادة الزور. الرسول قعد قبل ما يقول ألا وقول الزور أو شهادة الزور، وده التحريم وتعظيم ذنب وحرمانية شهادة الزور. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور. معلش يا صاحبي، انا مقدر كل اللي انت بتقوله، بس في ناس كتير قوي مش بتعرف تفهم القرآن ولا تعرف فيه حاجة، وكل اللي همهم في الحياة هو الجنيه وبس. تمام، واحنا علينا اننا نبلغهم ونفهمهم الصح في الدين والدنيا، وبكده نقدر نكون مجتمع عارف قيم ومبادئ دينه، والناس تعقل بقى، وكفاية كده تفكير في الدنيا ونعمل حاجة لآخرتنا. مش كده احسن ولا ايه؟ اكيد يا اخي، بس والله اللي هيعمل حساب لاخرته هيكسب الدنيا كمان. كفايه انه مرضاش بالظلم، وكمان كان سبب انه يرجع الحق لاصحابه. بالظبط، بكده احنا خلصنا نقط دور ال 32. ان شاء الله يكون سهل. هو نعم الطريق بيتصعب، بس هجيلك الاسبوع الجاي وانا مستعد لدور ال 16 باذن الله يا اخويا. كده احنا مهمتنا اننا نقضي على الكذب والغيبه والنميمه وشهاده الزور. تمام. أسأل الله أن يهدينا ويهديكم إلى الصراط المستقيم والثبات على طاعته، وأن يلهم إخواتنا المستضعفين الصبر والسلوان ويكتب لهم النصر بإذن الله. مستني دعمك، لايك وكومنت بالصلاة على النبي، شير
ولو على اليوتيوب لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل جديد يوصل لك. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.